السلام عليكم الحبايب ديالي، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال في اتم الصحه ان شاء الله. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم البريوات ديال البيان اولا الكوكو. كيجيو معلكين ومقرمشين وكيجيو فنين. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. هنايا بسم الله كيف ما كتشوفوا عندي 500 غرام ديال البيان، عندي هنايا شويه ديال المسكه اولا المستكه مطحونه مع السكر، وعندي معلقه صغيره د القرفه. بالنسبه للمزهر على حسب الخليط، وعندي هنا معلقه د الزبده. بالنسبه للزبده ضروري تكون حيوانيه، اذا ما كانتش حيوانيه ضروري انكم طيبوها مزيان، تحيدوا لا داك الرغوه مزيان وداك الحليب، يعني درجة النوازيط عاد تستعملوها. ومن الأحسن كنفضل أنا تستعملوا الزبدة ديال الأكل باش كتكون الريحة ديالها ما كتكونش ديك الريحة فيها مجهدة، وكتعطينا المذاق خايب في البريوات. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا درت كلشي وكنخلط. بالنسبة للبيان أنا كنستعمل داك البلدي، داك الصغيور اللي كيكون رقيق، كنحمرو عادي في المقلاة وكنقشرو شوية وكنطحنو. إلا بغيتو تستعملوا الغليظ ولا داك المقشّر اللي كيكون غليظ، ضروري خصكم هذاك تسلقوه مع الحامض باش ما كتبقاش فيه ديك الريحة بحال ديال الغمولية. أنا كنفضّل هذا البلدي، كيكون فيه المذاق كيعجبني المذاق ديالو الصراحة، كيجي غزال ما شاء الله. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنزيد نجمع العقدة ديالي بالمزهر. يعني تقدروا تستعملوا واحد المعلقة كبيرة حتى ل2 معالق حتى ل3، المهم ما تفوتوش 3 المعالق، حيت أصلًا المزهر كيقصّح العقدة، وإلا جات العقدة قاصحة البريوات ما كيجيوش مزيونين. ضروري العقدة تكون خفيفة ومرخوفة باش كيجيو البريوات ديالنا معلكين. بالنسبة للقرفة اللي ما بغاش يكتر منها حيت هي كتكحّل لينا العقدة، ولكن المذاق ديالها كتعطي واحد المذاق اللي مزيون بزاف كيتواتى مع الكاوكاو. إلا بغيتو ما ديروهاش ولا تنقصوا منها كيبقى لكم الاختيار. صافي دابا كيف ما كتشوفوا كنحاول ندخل ديك المزهر يعني غير بالصبعين ديالكم ماشي كتعجنوا. هانتوما كنقيس باليد اللي ناشفه. صافي راه العقده ديالي كتجمع ورطبه. دابا غادي نجمعها ونكورها كويرات صغار ونرجع معكم باش بلا ما نطول عليكم. صافي دابا هنا كورت الكويرات، يعني الحجم كديروا الحجم اللي بغيتو نتوما كبار ولا صغار، كيبقى كل واحد والاختيار ديالو. وهنايا الورقه ضروري انها تكون عندكم طريه. انا الصراحه حتى كنطحن البيان عاد كنمشي كنجيب الورقة باش هكذا إلا كانت الورقة ناشفة، أولا كانت عندكم يعني جبتوها في الصباح وبقات لكم حتى العشية ما كتبقاش الصراحة مزيانة، كتشحات. هكذا ملي كتجيبوها طرية ما يحتاجش عاد لا دهنوها لا حتى شي حاجة، كتكون الورقة يعني باقا طرية وكتساعدكم باش تلفوا البريوات ديالكم. صافي كنحيد ليها هاد الجوانب هادو اللي كتشوفوا، هادو ضروري أنكم تحيدوهم بهاد الطريقة هادي كيف ما كتشوفوا. صافي ودابا هنايا كنقسمو الورقة ديالنا في النص، كتقسموها على جوج، كتكون عندكم مطوية وكتقسموها على جوج، وكنعبرو بالأصابع ديالنا وكنقطعو، يعني كتعبرو ب3 ديال الأصابع وكتقطعو. بغيتو يجيوكم كبار كتعملو 4 د الأصابع، بغيتوهم يجيوكم صغار كنعملو 3 د الأصابع. هاد اللقطة هادي الصراحة ما عرفتش علاش دابا كنمونطي الفيديو ما بانتش في الفيديو. الصراحة سمحوا لي والله العظيم ما عرفتش كيفاش حتى حيدت لي في المونتاج. المهم كنظن أن الشرح واضح. صافي دابا هنايا كتسرحوا الورقة ديالكم، الجهة اللي ناشفة هي اللي كديروها من الداخل، والجهة اللي فيها يعني مزيتة كديروها من الوجه. صافي وكتلفوا البريوات ديالكم بهذا الشكل هذا. حاولوا دائما تعمروا القنيتات ديال البريوات باش ما كيجيكمش البريوه عامره غير من الوسط والقنيتات ديالها كيجيو خاويين. هانتوما كيف ما كتشوفوا حاولوا انكم تعمروا ضروري القنات باش ما كتجيش البريوه فيها داك الكره غير في الوسط والقنات ديالهم كيجيو خاويين. هيداك ملي غتكونوا كتقليوهم في الزيت غادي تحترقوا لكم ديك القنات حيت كتكون فيهم غير الورقه، دغيا غادي تحرقوا لكم
وفي الوسط غادي تبقى مكورة، يعني ما كيجيش حتى في الشكل ديالها مزيون. صافي وهنا كتنشدهم بحال هيدا بالدقيق، ما حتى شي عاد تخشيوهم تحت الورقة أخرى، كنطويوهم غير هيدا عادي حيت ما كيتحلوا ما حتى شي حاجة، غير ضروري أنكم ملي تكملوا خليوهم واحد السويعة د المكانة ولا على الأقل واحد 30 دقيقة حتى كينشفوا مزيان، داك الساعة عاد كدوزو تقليوهم، وما تخافوا ما يتحلوا ليكم ما حتى شي حاجة. حتى الدقيق حاولوا أنكم ما ديروش بزاف د الدقيق، غير كيف تشدوا ليكم وصافي، اللي بغا يشود ببياض البيض يشود به، أنا الصراحة ما كيعجبنيش نشود فيه حيت ملي كيكون كنقلي كيعمل الرغوة. صافي هنايا كملت البريوات ديالي كاملين بهذا الشكل هذا بالنسبة ل500 غرام، هادشي عطاتني ديال الحبات. دابا غادي نخليهم ينشفوا وندوز نقليهم. هنايا درت الزيت كيف ما كتشوفوا، الزيت ضروري أنها تكون سخونة مزيان، وفاش كتحطوا البريوة ديالكم كيكون عندكم النار مجهدة باش ما غير كيشدوا راسهم ما كيبقاوش في القاع، يعني كيطلعوا ليكم. داك الساعاتيك كتنقصوا النار شويه، ما تنقصوش بزاف باش ما يبسوش ليكم. هذه هي العسل اللي سبق لي وحضرت معكم في القناه، كتجي الصراحه غزاله هانتوما، يعني ما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه بزاف. بالنسبه للبليغات والشباكيه وهذا هذا هو القوام ديالها مناسب. صافي وهنايا كنستمروا في التحريك ضروري مع انكم تبقاو تدوروهم بحال هيدا باش كيتحمروا لكم من جميع الجوانب وكيجيو مقرمشين. ضروري ان الورقه تكون مقرمشه ومن الداخل يكونوا معلكين باش هكذا كيجيو البريوات ناجحين 100%. وكنتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه، وهانتوما كيف ما شفتوا واخا تدوروهم راه ما كيتحلوا ما حتى شي حاجه. صافي دابا هنايا حيدت القلية الأولى، وغير سمحوا لي على التصوير الصراحة. بالنسبة بزاف د الناس كيسولوني علاش ما كنصورش، يعني بالنسبة لهاد تحضير رمضان وكلشي، المشكل عندي في التليفون. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كنصور لقطة كيعمر لي، كنضطر أنني نوقف التصوير عاوتاني نمسح ونكمل لكم الفيديو. الصراحة الله يعني كنفضل أني ما نصورش، صورت معكم غير هاد الفيديو هذا. والله العظيم إلا عذبني بزاف صراحة هاد التليفون، هادشي علاش ما كنشاركش معكم بزاف تحضيرات ديال رمضان. صافي دابا هادو غادي نخليهم في العسل، وعملت القلية تانية وغادي نخليهم عاوتاني حتى يشربوا لي العسل مزيان، وغادي نزيد عليهم القلية التانية ونخليهم في العسل. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كتحيدوهم كيكون الذهب، ما تخليهمش حتى يحمروا بزاف حيت كيزيدوا كيعطيونا داك اللون حميمر ملي كيبقاو في العسل. الا حمرتوهم بزاف ودرتوهم في العسل غادي يعطيكم واحد اللون يعني ماشي حمر، غادي فحيله غادي يجيو لكم كحل يعني حمر فايتين القياس. حنا خصنا غير ندهبوهم ويكونوا مقرمشين وطيبين مزيان، وفي نفس الوقت يجي حتى اللوين ديالهم مزيون. دابا غادي نخليهم في العسل مزيان، باقا لي واحد القلية أخرى حتى هي غادي نزيد نقليها، وهادو غادي نزيد عليهم شوية د العسل ونخليهم هنايا حتى يبردوا، وديك الساعة نخرجهم من العسل. وكان هذا هو الشكل ديالهم النهائي كيف ما كتشوفوا، راه غير في العسل كيزيدوا يحمروا كيجيو لنا حميمرين كيجيو فنيونين من الداخل معلكين ومن برا كيجيو مقرمشين. صراحة الله ينميشي، غير كنشكرهم لكم وصافي. جربوهم بهذه الطريقة واكيد غادي يعجبوكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو معلكين وشاربين العسل من الداخل. من الاحسن العسل ما تسخنوه ما حتى شي حاجة، خليوه كيف ما هو باش هكذا كيجيوكم معلكين. وكنتمنى هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي بزاف على التصوير. كنتمنى نكون خفيفة على قلبكم، نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، وحقكم في الجنة إن شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكة، الله يدخل علينا وعليكم سيدنا رمضان بالصحة والسلامة إن شاء الله.